المدخل إلى قواعد اللغة الشركسية. هذه غبزة بزخا بزا ميخا حاب نبيل حلمي شوقار 16 شام إتسميني ترى طوجرة ترى. كيفية تغير الأحرف الصوتية في جذر الكلمات. كشأ ثابسم مقزي شكر زبلخوغ زرخ خرر. الأحرف الصوتية الموجودة في الكلمات المركبة المتشكلة من اتحاد جذرين أو أكثر غالبا ما تتغير، وهناك أشكال لهذه التغيرات. 1. في الكلمات المركبة يتم حذف الحرف الصوتي في آخر الجذر الأخير: الجذر الأول، الجذر الثاني، الجذر الثالث. الكلمة المركبة الأحرف المختزلة من آخر جذر: بس، تشت، بسچت، بس، تشو، ش، بستش، بخ، آشا، بخآش، شجة، بشنة، شجة بشن. 2. في الكلمات المركبة المتشكلة من جذرين أو ثلاثة، فإن الحرف الصوتي في الجذر الأول قد يتغير إلى الحرف الصوتي أو العكس، أي قد يتغير من الحرف الصوتي إلى الجذر الأول، الجذر الثاني، الكلمة المركبة: جالة، تسكو، جلتسكو، ولد صغير. ونا، شحا، وناشحا، سطح بيت، سقف البيت. بجحا، بجحا، أول الخريف. نسا، ش، نساش، عرس. 3. في الكلمات المركبة فإن الحرفين الموجودين في الجذر الأول يتبدلان إلى الحرف لاحظ الحرفين قد يكونان في أول الكلمة أو في منتصفها: الجذر الأول، الجذر الثاني، الكلمة المركبة: شوانا، شوانا، مقدمة المعول. قوايا، قوايا، جبنة مقلية. واشا، وشا، غيم. وارزة، شحا، شحا، أعلى، سطح التبن. جدول يبين حركة السوابق واللواحق وأدلة الحالة الإسمية وأدوات الربط مع جذور الكلمة. الكلمة السابقة ثبسابة، الجذر ثابسة، اللاحقة المركزية جردز، اللاحقة ثبسوج. دليل الحالة الإسمية جوخ، حرف العطف أداة الربط جابز. زلغمرة، لو، را. زنبجاغمرة، نبجاو، را. نبجاغوغ، نبجاو، غ. دغوغري، دغو، غ، ر، ي. تخدجمرة، تخدة، را. شورش أجا، شو، ر، جا. زبليخو، ز، بلي، خو. خبلحة، بلحة. الكلمة تحمل معنيان: 1. المعنى اللفظي الحقيقي أقوس محنة. 2. محله من الإعراب شوش محنة. بمعنى آخر شكل بنية الكلمة ومحلها من الإعراب، وهذان المعنيان التصريف والصياغة متلازمان. أمثلة: شوزير مجاقو، يلعب الولد الصغير.
صوزير، واحد معناه العام، ولد صغير ذكر. 2. محله من الإعراب: اسم في الحالة الاسمية، الفاعل في حالة المفرد. مجقو، واحد معناه العام، يلعب، يمرح، يرفه عن نفسه. 2. محله من الإعراب: فعل لازم في الزمن الحاضر مفرد. إذن بالإضافة إلى المعنى العام اللفظي للكلمة، فإن الأسماء والصفات والضمائر والأعداد تتغير حسب الحالات الاسمية، وتكون لها صفات الإفراد أو الجمع. والأفعال الكلمة تتصرف حسب الضمائر الشخصية، وفي حالة الإفراد والجمع. والظرف فقط هي الكلمة التي لا تخضع إلى التصريف، وجميع هذه الحالات تساهم في تشكيل الجملة. أداة الجمع خ في الكلمة لا تغير من المعنى الحقيقي للكلمة. كما أوردنا سابقا، بالإضافة إلى الكلمات ذات الجذر الواحد، فإن الكلمات تتشكل بطرق مختلفة. وللتذكير نعيد ونوجز الأسس التي تساهم في تكوين اشتقاق الكلمات. قشأ غبس جخر، كلمات مشتقة بمساهمة الجذور، اندماج الجذور. قشأ بقزخلخر، وهي التي تتشكل من اتحاد جذرين أو أكثر. كلمات مشتقة بمساهمة السوابق، ثبسب قشأ غبس، يمكن أن تستخدم أكثر من سابقة في تشكيل الكلمة، وتلعب دورا أكثر في تشكيل الأفعال. كلمات مشتقة بمساهمة اللواحق، ثبسوز قشأ غبس، يمكن أن تستخدم أكثر من لاحقة في تشكيل الكلمة، وتلعب دورا أكثر في تشكيل الأسماء. كلمات مشتقة بمساهمة اللاحقة المركزية، قرز قشأ غبس، تلعب دورا في ربط وتنسيق أجزاء الكلمة، وتستخدم كثيرا في تشكيل كلمات الأعداد والأسماء. كلمات متكونة من اشتراك جميع عوامل الاشتقاق، اتحاد جذور زائد لواحق، زخب خاغ قشأ غبس. وهناك أيضا نوعين من الكلمات طريقة تشكلهما مختلفة نوعا ما. كلمات متكررة، قجأ تجر، وهي عبارة عن مصطلحات مؤلفة من كلمتين وتوضع بينهما إشارة العارضة، ويمكن التمييز بين أنواع عديدة سيرد تفاصيلها في الفقرات اللاحقة. كلمات حسب تغير الصوت، مقزبلخر، عندما يتغير الحرف الصوتي الأخير من الكلمة يتغير معنى الكلمة. الأسماء المشتقة غالبا تتشكل بمساهمة اتحاد الجذور واللواحق. مساهمة السوابق في اشتقاق الأسماء أقل من اللواحق. الأفعال المشتقة غالبا تتشكل بمساهمة اندماج الجذور واللواحق والسوابق. مساهمة السوابق في اشتقاق الأفعال أكثر من اللواحق، أما استخدام اللاحقة الوسطية تنتج عنها كلمات من الأعداد والأسماء المتكونة من الأفعال. الكلمة المشتقة يمكن أن يكون لها أكثر من لاحقة وأكثر من سابقة أيضا، كما أنها قد تتألف من اتحاد جذور عديدة.